السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل صينية سمك بلطي في الفرن بطريقة سهلة. معايا الخضار، معايا بصل وفلفل ألوان، ومعايا راسين طماطم قطعتهم شرايح، وفلفل أصفر وأحمر وأخضر، وقرن فلفل حراق ده اختياري، والفلفل الاصفر والاحمر برضو ده اختياري، لو مش موجود عادي ممكن تحطوا فلفل اخضر وبصل وطماطم وتوم. هعمل تتبيلة السمك اللي هتبله بيها. معايا معلقة بابريكا كبيرة، كمون، كزبرة، عصير ليمون، معلقة توم، خل، معلقتين زيت. قلبهم كويس. دي التتبيلة اللي هتبل بها السمكة كده. من بره ومن جوه. غسلت السمك ونضفته كده، تبلت السمكة من بره ومن جوه بالشكل ده. خلصت تتبيلة السمك وهعمل الخضار. تبل الخضار اللي هحطه في قلب السمكة وفي الصينية، وانزل بمعلقة توم، كزبرة، الملح ده اختياري، كمون، وخل، عصير ليمون. اقلب الخضار ده كله كويس كده. عرق شبت احطه في بطن السمكة كده بالشكل ده. الصينية اللي هرص فيها السمك هجيب راسين بطاطس، بصلاية دي اختياري، البطاطس دي اختياري، باقي الخضار اللي تبلنا بيه السمك. هرص عليها السمك، اعصر عليها ليمونة. السمك بيحب الليمون الكتير والثوم. وادهن السمكة من فوق كده بالشكل ده عشان لما تطلع من الفرن تديني لون حلو. واعلى درجة حرارة، تولعي الفرن باعلى درجة حرارة. حط عليه ليمون، تبلت صينية السمك وخلصتها وهدخلها الفرن. امشي على الخطوات اللي انا عملتها وعلى طريقتي، باذن الله هتطلع معاكم حلوة. ايه رأيكم في صينية السمك بالخضار بعد ما طلعت من الفرن؟ شكلها خطير. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.